الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة الكهرباء ببساطة. هذه الحلقة الألواح الشمسية اللي هي فوتومتريك فولتيك، واللي بيبقى اختصارها بي موديولز. هنتكلم عن الأنظمة الكهربية، هنتكلم على اللوح البي موديول، اللوح الكهروضوئي الشمسي ومكوناته. هنتكلم عن توصيلات السلسلة الواحدة من مجموعة الألواح الكهروضوئية الشمسية. هنتكلم على توصيلات عدة سلاسل من مجموعات الألواح الكهروضوئية الشمسية، وهندي مثال لتصميم محطة شمسية صغيرة. الحلقة السابقة اتكلمنا عن الألواح الشمسية، وعرفنا أنواع هذه الألواح. هي 3 أنواع: مونو كريستالين بانل، بولي كريستالين بانل، سيمبل بانل. والاشكال بتاعتهم بهذا زي ما حضراتكم شايفينها في الصوره هنا. الفوتوفولتيك موديول هو عباره عن، زي ما شرحنا سابقا في الجزء الاول، عباره عن ميني سولار سيلز. حضراتكم النموذج اللوح الشمسي اللي قدام حضراتكم ده عباره عن 72 سولار سيل. متوصلين ازاي؟ متوصلين، هنبدا بالبوزيتيف، متوصلين توالي زي ما حضراتكم شايفين كده مع بعض لغايه ما يوصل للنيجاتيف بوينت. ومعنى التوصيل على التوالي معناها ان جميع الفولتج بيتم جمعها، يعني الفولت بتاعت السيل دي زائد دي زائد دي زائد دي حتى نصل الى اخر سيل. فمجموع كل الفولتج بيساوي التوتال فولتج بتاع اللوح الشمسي او الفوتوفولتيك موديول. الكهرباء طبعا حضراتكم هي بتعتمد على أشعة الشمس، وأشعة الشمس دائما متغيرة. ف يعني بطبيعتها ممكن التنبؤ بها إلى حد ما، ولكن هي طبعا هم حطوا ليها ستاندر الاس تي سي، الستاندر تيست كونديشنز، وحط الاكشوال كونديشنز. فطبعا هو يعني جميع الحسابات بتتم على الاس تي سي مع الاخذ بالاعتبار، ودي نصيحه، الاكشوال كونديشن. الفوتوفولتيك موديولز والاري سيستم هو بتبقى طبقا للمواصفه الكهروضوئيه اللي هي الاي اي سي 61730 و 61215. الخلايا بتاعت السيل هي عباره عن خلايا سيليكونيه. فاحنا زي ما شرحنا سابقا ان في نوع السيليكون ده، السيليكون بلوري، في نوع احادي، في نوع متعدد، يعني احاديه الكريستال ومتعدده الكريستال. وبيبقى في لوح زجاجي على هذه الشرائح على السولار سيلز. هذا اللوح عالي النفاذيه وبيتحمل العوامل الجويه ومقاوم للميه والعوامل الجويه وظروف التشغيل ودرجه الحراره. مهم جدا نظريه عمل اللوح الشمسي ومكوناته تكون حاضره في ذهن حضراتكم. الانظمه الكهروضوئيه، هو عندي الاوف جريد نتورك والاون جريد نتورك. من الرسم هنا الفرق ما بين الاوف جريد والاون جريد، ايه الفرق بينهم؟ هنلاحظ حضراتكم الاون جريد معناها هي موصله مباشره على الشبكه العامه للدوله بدون بطاريات. يعني لا نستطيع على نظام الاون جريد ان احنا نخزن الكهرباء لعدم وجود البطاريات. بالاوف جريد بيفرق معانا وجود البطاريات.
فالباتري موجوده، وبالتالي بعض الكومبوننتس بيتم اضافتها زي التشارجر كنترولر، بيتم اضافتها علشان تبقى للتوصيل مع الانفرتر. طبعا احنا هنقرا الكلام ده كويس جدا، وده ملخص من خلال شرح الديفرنس، الاختلافات ما بين التو درونز. البي كومباينر بوكس بتوصل عليه كل لوحات السولار موديولز، ثم على التشارجر كنترولر. التشارجر كنترولر يعني بيدي الباتري، والتشارجر كنترولر بيروح للانفرتر، والانفرتر بياخد الدي سي بيحولها الى اي سي، والاي سي بنغذي منها الاحمال بتاعتنا. يبقى الفرق ما بين الاون جريد والاوف جريد هي البطاريات. وجود البطاريات والاوف جريد بنستطيع ان احنا نستفيد من الطاقه الشمسيه بالمخزون اللي موجود في البطاريات وتشغيلها في فترات الليل. اما الاون جريد لازم المصمم بياخذ في الاعتبار انه وهو بيصمم يكون القدره المتولده مستفاد منها كاملا، ويكون الاحمال عنده اكبر من القدره المتولده، على اساس يقدر يستفيد منها في فتره النهار، ما يكونش في فائض باور يستلزم لي التخزين عن طريق البطاريات. والا يعني يبقى الافضل ان احنا ننتقل للابجريد برغم التكلفه العاليه بتاعته واسعار الباتري. وده الفرق ما بين النظامين، المصفوفات او السلاسل او السترنجز. يعني اي مسمى منهم هو مسمى صحيح للالواح الشمسيه. يعني ايه؟ يعني بنرصص الالواح الشمسيه جنب بعضها بالتركيبات، بنسميها سلسله او مصفوفه. يعني بتبقى على صف واحد على صف واحد، فاسمها مصفوفه او سلسله. فالتعريف السلسله اللي هي السترنج هي مجموعه الواح شمسيه متوصله على التوالي او توازي حتى جهد وتيار الانفرتر. يعني ايه الحاكم؟ يعني امتى اوصل على التوالي وامتى اوصل على التوازي؟ الانفرتر بتاعي مهم جدا اكون على علم بالجهد السيستم بتاعه، واقصى تيار عنده اقصى جهد ممكن اتحمله. وعلى اساسه هنحدد اذا كنا هنوصل السلسله توالي او توازي، وهنشوف مثال ليها بعد كده. يبقى القواعد الاساسيه الحاكمه للتوصيل توالي او توازي بعد التاكد من الحد الادنى والاكثر للجهد ضمن نطاق الانفرتر. وناخذ في الاعتبار هذه التعليمات بحيث انه المنظومه من الواح شمسيه وانفرتر تكون متوافقه ومتناسبه مع بعضها. في بعض الاكواد، بعض البلاد، يعني مثلا في الولايات المتحده الامريكيه بيحدد الحد الاقصى للجهد المسموح عند 600 فولت. بمعناه ايه؟ معناه ان الانفرتر الماكسيمم فولت سيستم هيبقى نوت مور ذان 1000 فولت. وبالتالي لما نعمل عمليه حسابيه هنا، لو فاكرين هذا المثال سابقا خدناه في الحلقه السابقه في الجزء الاول، لما كان عندي 28 مديولز عملت 14 على سترينج و14 على الترند. كل سترينج من دول اتوصلت توالي. يعني ايه؟ معناها ان الفولتج بيزيد والتيار ثابت. وتوازي طبعا العكس، التيار بيزيد والفولت ثابت اللي هو الفولت بتاع الخليه. طيب احنا هنا لما بنشوف البي او سي بتاعه المديول، لكل مديول من دور البي او سي بتاعته هتلاقيه كام؟ 46.4. كل مديول من دول 6. والبي ام بي اللي هي الفولتج عند الماكسيمم باور 39 فولت. لما نضربهم بال 14 بتوع السلسله الواحده هيدي 650 فولت، وهيدي هنا 546 فولت. وده هو وزن ال 600 فولت او 700 فولت، او وزن ال 1000 فولت او الماكسيمم سيستم فولتج بتاع الانفرتر. تمام؟
فالماكسيمم سيمبل فولتج على الانفرتر هو لما شفناه لما تشوفوا الجدول بتاع الخاص بالمواصفات الانفرتر بيتراوح ما بين 200 الى 100 فولت. واقصى تيار ماكسيمم انبوت كارنت بيخش الانفرتر 12.5 امبير. 12.5 امبير لكل سترينج، لكل ايه سترينج. طيب احنا لما بنحسب على البي ام بي واللوح المديول ده التوتال بي ام بي 350 واط. هنشوفه فيه بعد كده يعني خلي بالكم المعلومات دي ان شاء الله هيتم برضو استدعائها لما نيجي نعمل مثال صغير لديزاين لمحطة صغيرة. دي سبيسيفيكيشن لعدة انفرترات شمسية. فعندي في انفرتر 7 كيلو، انفرتر 8 كيلو، انفرتر 9 كيلو، انفرتر 10 كيلو، انفرتر 11 كيلو. فاحنا هندي مثال تصميمي وهنستحضر مع بعض الداتا اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هو زي الفولت سيستم بتاع الانفرتر على الدي سي. ماكسيمم دي سي فولتج هو 1000 فولت. الرينج بتاع الام بي تي فولتج رينج من 200 الى 1000 فولت. الماكسيمم انبوت كارنت 12.5 امبير. 12.5 امبير ده الانبوت داتا على الجانب الدي سي. الانفرتر طبعا بيعمل تحويل التيار المستمر الى تيار متردد عند جهد 230 400 فولت، 50 هرتز او 60 هرتز حسب المواصفات المطلوبه. المثال اللي احنا هنبدو ده هنبدو على ال 10 كيلو وات. احنا بعد ما شفنا الجدول الخاص بمواصفات الانفرتر، ده الجدول الخاص بمواصفات البي بي موديول او اللوح الشمسي. احنا اخترنا اللوح الشمسي اللي هو الباور بتاعته الماكسيمم باور اللي هو 350 واط. فبالتالي الاوبتيمال اوبريتنج فولتج بتاعه هيبقى 39 فولت، وبالتالي الاوبن سيركت فولتج بتاعه هيبقى 46.4. اقصى تيار للمديول البي بي موديول ده اللي هو في حاله التحميل الاوبريتنج و 8.98 امبير. يبقى نيجي بقى نعمل نقول انا عندي 10 كيلو وات. طيب انا محتاج كام لوح شمسي من ابو 350 وات عشان اعمل المحطه الصغيره دي؟ هقسم الباور التوتال اللي هي ال 10 كيلو وات على 350 هيديني 28 مديولز. طب ال 28 مديولز دول هل هوصلهم كلهم مع بعض بارلل او على التوازي، او هقسمهم زي ما قلنا حضراتكم سابقا؟ مهم جدا المواصفات اللي هي موجوده في جدول الانفرتر السابق، الشاشه السابقه بتقول ايه؟ بتقول ان الماكسيمم فولتج بتاعي 1000. يبقى المفروض انا وانا بقسم مجموعه السلسله الواحده او المصفوفه الواحده بحيث ما يتعداش الفولتج عن ال 1000. وبيقول الماكسيمم انبوت كارنت للانفرتر كان 12.5. يبقى انا المفروض ما تعداش هذا الكرنت، فبالتالي انا هروح للتقسيم على التوالي وليس على التوازي، ولكن التوصيل على التوالي، ولكن هقسم ال 28 الى جزئين، 14 متوصلين على توالي و14 متوصلين على توالي. احنا قلنا التوصيل على التوالي معناها زياده الفولتج وثبات الكرنت. فالكرنت بتاع اللوح الشمس اللي احنا اخترناه هو اللي هو عدد الاوبريتنج حوالي 8.98 امبير، والكرنت بتاع الانفرتر 12.5 امبير. فبالتالي هنا يبقى التوصيل على التوالي حتميا ولازم. يبقى كل اللي عملناه خلاص ثبت ان لازم نوصل على التوالي، وعندي لغايه 1000 فولت، فما فيش مشكله ان انا اوصل على التوالي ويزيد الفولت بحيث لا يزيد عن ال 1000 فولت. طيب انا لو وصلنا ل 28 مديول في البي او سي بتاع بقى 46.4 هستخدم الجدول ده. ال 28 ادت 1300 واعلى من الماكسيمم سيستم فولتج. طب لما يشتغل على الفولتج عند الماكسيمم باور اللي هو 39، اللي هو 39
الفولتج عند الماكسيمم بار هنا 39 هنا، في 28 هيدي فوق ال1000 واكبر من الماكسيمم اوف ام بي بي فولتج رينج. فبالتالي التوصيل المجموعه كلها 28 توصيل خاطئ ومش هناخذ بيه، لانه لا يتوافق مع المواصفات الخاصه بالانفرتر اللي هيركب عليه. هنروح لتقسيم المجموعتين، وكل مجموعه متوصله على التوالي معناها انه البوزيتيف هنا مع النيجاتيف هنا، البوزيتيف هنا مع النيجاتيف هنا، وهكذا الى ان نصل الى النهايه. كذلك هذه السلسله او المصفوفه، انا هنا كنا بنضرب في 28 فوق، هنضرب في 14، هنجيب بقى هنا ايه؟ بقى هنا ده الجهد بس هو اللي هيزيد، لكن التيار ثابت اللي هو تيار اللوح الشمسي اللي هو ال 8.98 امبير، وهو لزان اقل من تيار الانفرتر اللي هو 12 ونص. فهيدينا 650 فولت. 650 فولت هو اقل من 1000 فولت، اقل من ماكسيمم سيستم فولت. هيدي هنا في حاله البي ام بي هيدي 546 فولت، هو اقل من الماكسيمم ام بي بي فولتج رينج. طيب هل زياده درجه الحراره بتاثر على عمل اللوح الشمسي البي بي موديول؟ نعم. احنا في الاس تي سي، نظام الاس تي سي اللي هو الستاندرد تيست كونديشن، هو عندي 25 درجه مئويه. طب لما درجه الحراره تزيد عن 60 بقى في زياده كام درجه عن ال 25؟ اصبح في زياده عن 25 حوالي 35 درجه. فكل درجه، كل سنتيجريد، كل درجه مئويه لها معامل تمبريتشر كوفيشنت. يبقى كل درجه مئويه لها تمبريتشر كوفيشنت. ف طيب اذا في حاله اذا كانت الاجواء 60 درجه مئويه، يبقى احنا هنعمل ايه؟ ادي هنا انا الحسبه اللي قبل كده كانت طالعه 650 في الاو سي، هنطرح منها فرق يعني درجات الحراره في التمبريتشر كوفيشنت. التمبريتشر كوفيشنت ده عند مين؟ عند البي او سي، تمبريتشر كوفيشنت من الجدول الاسفل ده. تمام. في 650 احنا جبنا نسبه التغيير، يعني الفولتج الخاص بالزياده بدرجات الحراره بتتقسم من 650، اصبح الخارجي بقى 577. في حاله الزيرو احنا احنا قلنا درجه الحراره في الاس تي سي 25، هنا هتزيد بقت زاد. يبقى اذا هنا ملحوظه هنا، كل ما درجات الحراره بتزيد كل ما الاوتبوت فولتج بتاع اللوح الشمسي بيقل. كل ما درجات الحراره بتقل عن ال 25 كل ما الاوتبوت فولتج بتاعه بيزيد، طبقا للحسابات اللي قدام حضراتكم دي. طبعا احنا هنا هنسايز الكيبل، نعمل كيبل سايزنج وسيركت بريكر سايزنج من خلال علاقه الباور. وهنجيب السيركت الكرنت هنا هيساوي 21، الكرنت يساوي 16.7 عشان اجيب البريكر واضربه في 1.25%، يبقى 21 بروح للجدول اخد الستاندر 25 الثاني. الكابل لازم اوصل كابل مناسب لل 25 او اعلى منه ب 1.25%. ان شاء الله رب العالمين الحلقه القادمه الجزء الثالث، وهنتكلم عن مكونات الانفرتر، واختيار قدره وكفاءه الانفرتر، الحمايه على جانبي الانفرتر، التيار المستمر والمتردد، وهنتكلم عن صندوق توزيع التيار المستمر وحمايه النظام الكهربائي من الصواعق والجهد الزائد، وهنتكلم عن كابلات التيار المستمر لنظام الطاقة الكهروضوئية. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.